قبل ما نتكلم عن الفيلم نتكلم عن مخرجه كامل التلمساني اللي اتولد سنة 1915 وابتدى حياته كفنان تشكيلي، ورسم أول لوحاته سنة 1937 وأقام معارض كتير، ويعتبر أستاذ ومعلم لإنجي أفلاطون. وكان عضو في جماعة الفن والحرية اللي ضمت عدد من الفنانين التشكيليين زي جورج حنين ورمسيس يونان وفؤاد كامل، وكلهم كانوا اشتراكيين. ويعتبر كامل التلمساني من رواد الحركة اليسارية في مصر. كمان شارك في تحرير مجلة دون كيشوت اللي كان رئيس تحريرها الناصر الشيوعي أنري كوريال. رغم نجاحه كفنان تشكيلي، شعر كامل ان الفن التشكيلي مش هيساعده على توصيل رسالته وافكاره للناس، عشان كده اتجه للسينما اللي شاف انه من خلالها يقدر يوصل للناس. وساعده على كده صداقته باحمد سالم مدير استوديو مصر، وانضم للاستوديو وعمل اول افلامه السوق السوداء سنة 1945. لو كمال سليم فتح الباب ان السينما تقرب من الواقع وحياة الناس في العزيمة، فكامل التلمساني كمل في الطريق ده في السوق السوداء. أحداث الفيلم في حارة وقت الحرب العالمية الثانية، واستغلال مجموعة من التجار عبد الفتاح الأسري وزكي رستم ظروف الحرب عشان يخزنوا السلع وبيبيعوها بسعر غالي للأهالي. وبيقف لهم البطل عماد حمدي والحلاق شرف أنطح، وفي نفس الوقت عماد حمدي بيحب بنت زكي رستم اللي هي عقيلة راتب، وفي النهاية الخير بينتصر على الشر. أفكار كامل التلمساني الاشتراكية واضحة جدا في الفيلم اللي بيناقش ظاهرة السوق السوداء وبيدين الاقتصاد الرأسمالي. زكي رستم تاجر صاحب فرن طيب بيحب أهل حارته، لكن أول ما قامت الحرب بيستسلم لإغراء القصري بالثراء الفاحش والانضمام لطبقة اجتماعية أعلى، وبيتاجر في السوق السوداء حتى لو ده على حساب أهل حارته وجيرانه الفقراء. الحارة في السوق السوداء مختلفة. ديكور أنطون بوليزويس قدم لنا حارة ضيقة زحمة مش نظيفة، مفيش تمجيد للفقر وإظهار الفقراء سعداء. أول لقطة في الفيلم الأقدام ماشية في الطين، لكن رغم ده بنشوف صورة جميلة عن طريق التكوين في الكادرات وزوايا التصوير والإضاءة. قدم كامل التلمساني صورة مميزة، الكادر فيه كذا مستوى وفيه استغلال للنور والظلال في الصورة. وفي اللقطات القريبة الكلوز اب بنجد النور والظلال على وجوه الممثلين بيلعب دور كبير في التعبير. في اللقطات الكبيرة اللونج شوت هنجد فيها مساحات نور وظل بيتحرك فيها الممثلين. صورة ممتازة قدمها مدير التصوير أحمد خورشيد في أول أفلامه، اللي بعد كده بقى اسمه مهم في السينما المصرية، وعمل أفلام كبيرة زي صراع في الوادي، حياة أو موت، الاختيار، البوسطجي، وشيء من الخوف. مونتاج إيميل بحري كان عالي جدا في الفيلم، كان فيه إيقاع مظبوط ومتدفق، وإيميل بحري اسم كبير في المونتاج في تاريخ السينما المصرية. شارك في أفلام مهمة لصلاح أبو سيف زي بداية ونهاية والوحش وصراع الأبطال مع توفيق صالح. أداء الممثلين في الفيلم كان هادي بعيد عن المبالغة والأداء المسرحي، وكان فيه توظيف للأداء التقليدي لعبد الفتاح القصري في دور غير تقليدي بالنسبة له. وهيلفت نظرنا أداء مميز جدا لمحمد توفيق، وهنشوف السيد بدير في دور صغير لكن بنلاحظ حضوره القوي. أهمية فيلم السوق السوداء في تاريخ السينما المصرية إنه كمل اللي بدأ في فيلم العزيمة من الاقتراب من الواقع المصري. كمان كان السوق السوداء فيه نقلة في التصوير والمونتاج. السوق السوداء لم يحقق نجاح جماهيري، يمكن عشان كان فيه شيء من المباشرة في الرسالة بتاعته، وده أصاب كامل التلمساني بإحباط، وعمل بعد كده أفلام خفيفة وتجارية. وفي الآخر رجع للفن التشكيلي وألف بعض الكتب، وسافر لبنان واشتغل مستشار لشركة إنتاج فني يملكها الرحبانية، وتوفى سنة 1972. لكن يكفي أنه أخرج لنا السوق السوداء اللي هو والعزيمة يعتبروا علامتين فارقتين في السينما المصرية وبداية اتجاه الواقعي فيها. وإلى اللقاء، وانتظرونا في الحلقات القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة.